عارفين ليه الراجل المصري لما بيتجوز اجنبيه بيبقى احن وارق معاها؟ عشان هي كمان بتبقى احن وارق معاه وبتعرف توصل له معلومه ان احنا متشاركين. وهي المصرية ملهاش أب يعني، ما هي بني آدمة كمان ومشاعر وأحاسيس يعني، مش قالب طوب. بتحببه ان هو وهي بتطبخ وهو واقف معاها بيطبخ، بتحببه وهو بيبقى بيغسل، هي بتغسل مواعين وهو واقف معاها بينشف الاطباق. ما هي الأجنبية لو عملتهاش كده تقول لك تيكي وباجن بوتي ومظهر على طول، مفيش وقت. مش ام يا راجل اعمل ايه انا معايا، هو انا الخدامه اللي جابتها لك ماما؟ هي الأجنبية ممكن متقولكش كده، بس ممكن تقوم تعمل أكل لنفسها وتسيبك قاعد جعان زي البتاع، ما فيش وقت. ولا هتقولك قوم يا ولا ما تقومش حاجة، خليك خالص مكانك زي ما أنت. هي تقوم تعمل أكل نفسها وتاكل وأنت أولع بقى. ده اللي جايبكوا ورا، ده اللي جايبكوا ورا ده. بعدين لو بتغلط في الست المصرية يبقى بتغلط في الست اللي ربتك، مش مامتك برضه مصرية ولا جايبها من بوركينا فاسو. بعدين كنت لسه سامع واحد بيقول لو اتجوزت الأجنبية مش هتلاقي الدنيا عنب، عايز أفتكر بس مين كان بيقول كده. اوعى تفتكر ان انت لما تتجوز اجنبيه الحياه هتبقى لونها بامبي. إيه ده، هو أنتوا اتخانقتوا يا اسطى ولا إيه؟ اوعى تفتكر انك لما ترجع من الشغل هتلاقي الشموع متقاده ولابسه لك الدريس والهاي هيل وعامله لك العشاء على ترابيزه السفره ومستنياك بتقول لك ويلكم هوم يا حبيبي. مفيش الكلام ده خالص. طب ما ليه بقى عايز المصرية في البيت اليوم كله تطبخ وتكنس وتمسح وتغسل، وتيجي آخر اليوم تلاقي الأكل جاهز وتلاقيها عاملة لك الدنيا حلوة، قايله لك شموع وتقول لك ويلكم هوم يا حبيبي؟ طب ما هي يعني. اوعى تفتكر انك هتصحى من النوم تلاقي الفطار متحضر على الترابيزه وبتقول لك جود مورنينج هاني. مفيش الكلام ده. انت ممكن تقوم من النوم تلاقيها لسه نايمه ومش هتقوم دلوقتي، فحضرتك هتقوم تعمل لنفسك كوبايه الشاي زي ما انا عامل كده. بنحمد ربنا على المصرية اللي بنصحى نلاقيها مجهزة الفطار وتعبة نفسها وصاحية قبلنا، وبعدين نقعد نحط رجل على رجل نقول لها البيض ناقص. طب ما البيض لسه صاحي اهو، هيبقى فيه بيضين في البيت؟ ما كده تبذير اوفر يعني. بغض النظر عن مين بيصحى قبل مين ومين بيعمل الفطار لمين، الست المصرية هي اللي كبرتك وهي اللي ربتك وهي اللي علمتك، وأمهاتنا كلهم مصريين وإخواتنا مصريين. وده ما يقلش جدا من الست المصرية. الست المصرية هتصونك وتصون بيتك وعمرها ما تطلع سر البيت. بغض النظر إن في ستات مصريين ما تعلقهمش من رجلك يعني، وفي أجانب كمان ما تعلقهمش من رجلك، بس الستات كلهم في العالم كله اتفقوا على حاجة واحدة بس، والجين ده بتلاقيه في كل الستات. هو دي ان ايه كده نازل مع أي ست في الدنيا حتى لو منزلها من على النت. النكد. الستات كلهم اتفقوا إنهم ينكدوا عليك، وده دفع قوي إن هي تنكد عليك الصبح عشان تزهق من البيت تروح الشغل، فهي كده بتعمل مصلحتك.